بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات التوجيه في غزة، أسأل الله تعالى أن يحفظكم ويطمئن قلوبكم وأن ينعم على غزة بالأمن والاستقرار قريبا. أسأله تعالى الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا والحرية لأسرانا. وأنتم أوصيكم بالجد والاجتهاد، فأنتم أمل المستقبل وسلاحه. أسأل الله تعالى أن يفتح عليكم ويوفقكم ويكتب لكم التفوق والنجاح بأعلى الدرجات في التوجيه. أهلا وسهلا بكم في حصة اليوم في اللغة العربية. بدأنا في الحصة السابقة بدرس الممنوع من الصرف الجزء الأول، وقلنا الممنوع من الصرف هو اسم معرب لا ينون ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. الممنوع من الصرف هو اسم معرب لا ينون ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. في الجزء الأول من الممنوع من الصرف نتحدث عن ما يمنع من الصرف لعلتين أو لسببين، وتحدثنا في الحصة السابقة عن الأعلام، وقلنا يمنع العلم من الصرف في الحالات الآتية. الحالة الأولى إذا كان علما أعجميا، والعلم الأعجمي هو كل اسم غير عربي في أصل وضعه، مثل إبراهيم، يوسف، إسحاق، بطرس، ليندا، فلسطين، عجلون، تركيا، دمشق، كلها أعلام أعجمية. وقلنا في الحصة السابقة أسماء الأنبياء كلها أعجمية ما عدا محمد وصالح، شعيب، هود، نوح، ولوط، كلها ممنوع من الصرف ما عدا هذه الأسماء الستة. إذن العلم الأول الممنوع من الصرف هو العلم الأعجمي. أيضا العلم الممنوع من الصرف هو العلم المؤنث، والعلم المؤنث يقسم إلى 3 أقسام. النوع الأول هو العلم المؤنث تأنيثا لفظيا، والعلم المؤنث تأنيثا لفظيا هو كل علم لمذكر ينتهي بعلامة من علامات التأنيث. العلم المؤنث تأنيثا لفظيا هو كل علم لمؤنث ينتهي بعلامة التأنيث، مثل طلحة، حمزة، معاوية، أسامة، قتيبة، سلامة. هذه الأعلام هي في المعنى مذكر، ولكنها في المعنى مذكر ولكنها انتهت بعلامة التأنيث التاء المربوطة، فهي مؤنثة تأنيثا لفظيا، هي ممنوعة من الصرف. أيضا العلم المؤنث تأنيثا معنويا وهو كل علم لمؤنث لا ينتهي بعلامة تأنيث، مثل دلال، إخلاص، سعاد، منال، رباب، ريهام، إيمان. هي أعلام في معناها مؤنثة ولكنها لم تنتهي بعلامة تأنيث، هي ممنوعة من الصرف. القسم الأخير في العلم المؤنث هو العلم المؤنث تأنيثا لفظيا ومعنويا، وهو كل علم لمؤنث ينتهي بعلامة التأنيث، مثل فاطمة، سميحة، سلوى، ليلى، شيماء. هذه أعلام مؤنثة تأنيثا لفظيا ومعنويا، في معناها علم لمؤنث وانتهت بعلامة من علامات التأنيث. هذه الأعلام كلها ممنوعة من الصرف، لا تنون وتجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. من الأعلام التي تمنع من الصرف العلم الذي على وزن الفعل، إذا كان علما على وزن الفعل، وهو الكلمة التي تصلح أن تأتي اسما وفعلا، مثل أحمد، شخص اسمه أحمد وهناك فعل أحمد الله على نعمه، هذا ممنوع من الصرف. جاد علم على وزن الفعل ممنوع من الصرف. يزن
ينال، أكرم، يزيد، تغلب، تبوك، يثرب، تدمر، كلها أعلام جاءت على وزن الفعل، فهي ممنوعة من الصرف. أيضا يمنع العلم من الصرف إذا كان على وزن فعل، إذا كان على وزن فعل، مثل عمر، مضر، هبل، هذل، جمح، جحا، عصم، قزح، زحل، كلها أعلام أعجمية، كلها أعلام جاءت على وزن فعل، ممنوعة من الصرف. أيضا يمنع العلم من الصرف إذا كان مختوما بألف ونون زائدتين، مثل شعبان، رمضان، سمعان، عدنان، فرحان، سلمان، مروان، سمحان، كلها أعلام انتهت بألف ونون زائدتين، فهي ممنوعة من الصرف. ولكن هناك ملاحظة يجب أن ننتبه إليها: إذا كانت النون أصلية في العلم فإنه يصرف، يعني يقبل التنوين ويجر بالكسرة. إذا ليس كل علم انتهى بألف ونون ممنوع من الصرف، أنا قلت فقط العلم المنتهي بألف ونون زائدتين، فإذا كانت النون أصلية في هذا العلم فهو يصرف، فإنه يصرف. مثل إحسان، علم انتهى بألف ونون، ولكن النون هنا أصلية لأن أصل الكلمة حسن، فإحسان ليست ممنوعة من الصرف. برهان، النون أصلية أصلها برهنة. لسان، النون أصلية أصلها لسنة. إيمان، النون أصلية أصلها أمنة، فهي لا تمنع من الصرف. أما إذا كانت هذه الأعلام التي ذكرتها أنا، إحسان، إيمان، إذا كانت أعلام لإناث، يعني إذا كان اسم بنت إحسان هذا ممنوع من الصرف، إذا كان اسم بنت إيمان هذا ممنوع من الصرف. أما إذا كنت أنا أقصد المصدر إحسان، مثل إحسان المدرس إلى آخره، هنا ليس اسم علم مؤنث، فهنا يصرف لأن النون فيها أصلية. أيضا في كلمة إيمان، إذا كنت أقصد الإيمان بالله فهنا ليس ممنوع من الصرف لأن النون هنا أصلية. إذن العلم المختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف. أخيرا العلم المركب مزجيا، العلم المركب تركيبا مزجيا هو ممنوع من الصرف. والعلم المركب تركيبا مزجيا هو ما ركب من كلمتين مزجتا لا على جهة الإضافة حتى صارتا كالكلمة الواحدة. هذا العلم ممنوع من الصرف، لا ينون ويجر بالفتحة، مثل طول كرم، مثل حضرموت، خان يونس، بعلبك، بورسعيد، سمرقند، مدغشقر. هذا العلم المركب تركيبا مزجيا يمنع من الصرف، لا ينون ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. هذه هي الأعلام التي تحدثنا عنها في الحصة السابقة. نكمل القسم الثاني من الصفات الممنوعة من الصرف. قلت أنا ما يمنع من الصرف لعلتين: إما أن يكون علما أو يكون صفة. الحصة السابقة تحدثنا عن الأعلام الممنوعة من الصرف، في هذه الحصة سنتحدث عن الصفات الممنوعة من الصرف. متى تمنع الصفة من الصرف؟ تمنع الصفة من الصرف أولا إذا كانت على وزن أفعل، إذا كانت الصفة على وزن أفعل، مثل المثال الأول في المجموعة الثانية. المثال الأول في المجموعة الثانية: ما قدم المسلم شيئا لله إلا جاءه خير أعظم. هنا كلمة أعظم المخطوط تحتها هي ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها صفة على وزن أفعل. إذا أردت أن أزن هذه الكلمة في الميزان الصرفي، إذا أردت أن أزن كلمة أعظم في الميزان الصرفي فإنها على وزن أفعل، هي صفة جاءت على وزن، فكل صفة على وزن أفعل تمنع من الصرف، مثل أسمر، أخضر، أحور، أطول، أصغر، أمثل، أضعف، أضيق، أوسع. هذه الصفات كلها على وزن أفعل، فهي ممنوعة من الصرف، لا تنون
وتجر بالفتحة. كيف تعرب كلمة أعظم هنا؟ كلمة أعظم هنا جاءت هي نعت مرفوع، نعت مرفوع وعلامة الضمة. لم أقل خير أعظم، لم أنون كلمة أعظم. لماذا؟ لأنها ممنوعة من الصرف. ما سبب منع كلمة أعظم من الصرف؟ لأنها صفة على وزن أفعل. صفة على وزن أفعل. نعم، لأنها صفة على وزن أفعل. انظر إلى المثال الثاني. زينت القاعة بقماش أبيض. زينت القاعة بقماش أبيض. هنا أيضا كلمة أبيض هي صفة. ما وزنها الصرفي؟ هي على وزن أفعل، فهي ممنوعة من الصرف. كما قلنا الصفة على وزن أفعل تمنع من الصرف. فكيف تعرب كلمة أبيض هنا؟ هي نعت مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن لأنه ممنوع من الصرف. كما قلنا النعت من التوابع، يتبع ما قبله في حركة الإعراب. إذا كان ما قبله مرفوعا يأتي مرفوعا، وإذا كان ما قبله منصوبا يأتي منصوبا، وإذا كان ما قبله مجرورا يأتي مجرورا. فكلمة أبيض هنا نعت مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما سبب منع كلمة أبيض من الصرف؟ لأنها جاءت صفة على وزن أفعل. صفة على وزن أفعل. ننتقل إلى المثال الثالث. المثال الثالث قال تعالى: ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئسما خلفتموني من بعدي. الكلمة المخطوط تحت في هذه الجملة هي كلمة غضبان. كلمة غضبان إذا أردنا أن نعرفها هي حال. هي حال منصوب بالفتحة. ولكن لماذا جاءت كلمة غضبان هنا ممنوعة من الصرف؟ لماذا لم تنون؟ كلمة غضبان هي صفة على وزن فعلان. صفة على وزن فعلان. إذا أردنا أن نزن كلمة غضبان في الميزان الصرفي فهي صفة على وزن فعلان. صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلى. صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلى. هو غضبان وهي غضبة. هو حيران وهي حيرة. هو يقظان وهي يقظة. هو ملآن وهي ملأى. هو عطشان وهي عطشة. هو ظمآن وهي ظمأة. هو حيران وهي حيرة. هو ريان وهي رية. هو فرحان وهي فرحة. هو جذلان وهي جذلة. فإذا جاءت الصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة تمنع من الصرف. مثل كلمة غضبان جاءت صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة فهي ممنوعة من الصرف لا تنون. هنا كلمة غضبان، كلمة غضبان هنا حال منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ما سبب منع كلمة غضبان من الصرف؟ لأنها صفة على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة. هذا بالنسبة للمثال الثالث. إذن تمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن أفعل مثل أعظم، أسمر، أخضر، أطول، أصغر، أضعف، أضيق، أوسع. وتمنع من الصرف إذا كانت على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة مثل غضبان، ملآن، عطشان، ظمآن، حيران، ريان، فرحان، جذلان. منعت هذه الصفات من الصرف
لأنها على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة. ننتقل إلى المثال الرابع والأخير. قال تعالى فعدة من أيام أخر. فعدة من أيام أخر. هنا جاءت الصفة إذا أردنا أن نزنها صرفيا جاءت على وزن فعل. الصفة هنا جاءت على وزن فعل. فعدة من أيام أخر. كيف تعرب كلمة أخر هنا؟ كلمة أخر هنا نات مجرور وعلامة جره أنا بدي أعرفها عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع الصرف. ما سبب منع كلمة أخرى من الصرف؟ لأنها صفة على وزن فعل. صفة على وزن فعل. هذا بالنسبة الممنوعة من الصرف. هذا بالنسبة أخر صفة أو نعت مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. ما سبب منع كلمة أخرى من الصرف؟ لأنها صفة على وزن فعل. إذن نعيد ونذكر بالصفات الممنوعة من الصرف. أولا إذا كانت على وزن أفعل مثل أسمر، أخضر، أصفر، أحمر، أصفر، أطول، أصغر، أمثل، أضعف، أضيق، أوسع، أكبر. والصفة التي على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة مثل يقظان، يقظة، غضبان، غضبة، ملآن، ملأة، عطشان، ظمآن، حيران، ريان، فرحان، جذلان. هذه صفات على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة فهي ممنوعة من الصرف. أخيرا تمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن فعل مثل كلمة أخر. مثل كلمة بس أسألك سؤال. المؤنث فعلان فعلة بكون مصروف صح؟ بيكون إيش؟ مصروف. مؤنث فعلان فعلة بكون مصروف. إحنا بنحكي عن المذكر. إحنا بنحكي عن المذكر اللي مؤنثه على وزن فعلة. طيب إذا نعيد ونذكر بما يمنع من الصرف لعلتين أو لسببين. أولا الأعلام إذا كان علما أعجميا، إذا كان علما مؤنثا تأنيثا لفظيا أو تأنيثا معنويا أو تأنيثا لفظيا ومعنويا. أيضا العلم على وزن الفعل يمنع من الصرف. العلم على وزن الفعل يمنع من الصرف. العلم على وزن فعل يمنع من الصرف. العلم المركب مزجيا يمنع من الصرف. والعلم المختوم بألف ونون زائدتين يمنع من الصرف. الصفة تمنع من الصرف إذا كانت على وزن أفعل أو على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة، أو إذا كانت على وزن فعل. هذا بالنسبة لدرس الممنوع من الصرف الجزء الأول. طبعا نستنتج مهم جدا تعريف الممنوع من الصرف: اسم معرب لا ينون وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة. يمنع من الصرف لسببين: أولا العلم الأعجمي، العلم المؤنث تأنيثا لفظيا أو تأنيثا معنويا أو تأنيثا لفظيا ومعنويا. العلم الذي على وزن فعل، العلم الذي على وزن الفعل، العلم المختوم بألف ونون زائدتين، والعلم المركب تركيبا مزجيا. تمنع الصفة تمنع الصفة من الصرف إذا كانت على وزن أفعل أو على وزن فعلان ومؤنثها على وزن فعلة، أو إذا كانت على وزن فعل. هذا بالنسبة لي أستنتج. فائدة تعريف المركب تركيبا مزجيا. قلنا ننتقل إلى التدريبات. التدريب الأول: نضع إشارة صح أمام الجمل الصحيحة وإشارة خطأ أمام الجمل غير الصحيحة. ألف: الممنوع من الصرف علامة جره الفتحة
ولا ينون. الممنوع من الصرف علامة جره الفتحة ولا ينون هي جملة صحيحة. صحيح. الممنوع من الصرف علامة جره الفتحة ولا ينون جملة صحيحة. الجملة الثانية عمر ممنوع من الصرف لأنه علم على وزن الفعل. خاطئ. على وزن فعل. على وزن فعل. هي على وزن فعل وليست على وزن الفعل. على وزن فعل وليست على وزن الفعل. الجملة الثالثة عبيدة ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث تأنيثا لفظيا. نعم جملة صحيحة. دال يمنع من العلم المختوم بألف ونون زائدتين. صحيحة. صحيح. جملة صحيحة. ها الصفة التي على وزن أفعل ممنوعة من الصرف. نعم جملة صحيحة. نعم جملة صحيحة. ننتقل إلى التدريب الثاني. نستخرج الممنوع من الصرف في الأمثلة الآتية ونبين سبب منعه. ألف قال تعالى اذهبا إلى فرعون إنه طغى. اذهبا إلى فرعون. نعم فرعون هو الممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي. فرعون ممنوع من الصرف لأنه علم أعجمي. باء قال تعالى وجعلنا ابن مريم وأمه آية. مريم علم مريم لأنها اسم أعجمي. عبد الله تفضل. وجعلنا ابن مريم وأمه آية. أين الممنوع من الصرف؟ مريم. مريم. ما سبب منع كلمة مريم من الصرف؟ لأنها مؤنث. مؤنث تأنيث معنوي. تأنيث معنوي. أحسنت لأنه علم مؤنث تأنيثا معنويا. أحسنت. سما جيم لي من سليمان حكيمة معروفا في قوة ليست تسيء لنملة. أين الممنوع من الصرف في جيم يا سما؟ سليمان علم مختوم ما بألف سبب ونون منع كلمة سليمان من الصرف؟ علم مختوم بألف ونون زائدتين. أحسنتي علم مختوم بألف ونون زائدتين. طيب دال سجا بلقيس كانت أطول النخلات في أرض العراق. تمام. الاسم الممنوع من الصرف الصفة الممنوعة من الصرف هي أطول لأنها على وزن الصفة أفعل. أحسنتي. هل هناك ممنوع من الصرف آخر في الجملة؟ بلقيس. لحظة سجا. بلقيس لأنها تمام يا مس معاكي بحكي سجا. بلقيس لأنها تمام معاكي يا مس. كلمة أطول هنا ليست ممنوعة من الصرف. لماذا؟ لأنها جاءت مضافة. هذا سنتعرف عليه في الجزء الثاني من الممنوع من الصرف. الممنوع من الصرف إذا جاء يصرف، فكلمة أطول هنا ليست ممنوعة من الصرف. الممنوع من الصرف هي كلمة بلقيس. لماذا يا سجى بلقيس ممنوعة من الصرف؟ لأنها اسم علم مؤنث لأنها اسم أعجمي. وهي علم مؤنث تأنيث معنوي. لأنه تأنيث معنوي. سببين. تأنيث معنوي. بلقيس علم مؤنث تأنيث معنوي. بلقيس علم مؤنث تأنيث معنوي. وعلم أعجمي. يا ساجدة تفضلي. ها كانت قبيلة تغلب تسكن في شمال العراق. الاسم الممنوع من الصرف هي قبيلة تغلب. كلمة تغلب لأنها على وزن الفعل. أحسنتي لأنها علم على وزن الفعل. لازم أقول علم على وزن الفعل، ما بكفي أقول على وزن الفعل، لأنه السبب الأول درسنا الممنوع من الصرف لسببين. فمثلا كلمة تغلب السبب الأول لأنها علم، والسبب الثاني لأنه العلم على وزن الفعل، فلازم أقول علم على وزن الفعل. لازم أقول علم مؤنث تأنيث معنوي. لازم أقول علم أعجمي.
فكلمة علم لازم أذكرها إذا كان علم أو صفة، لأنه درسنا الممنوع من الصرف لعلتين أو لسببين. طيب نكمل. واو زاهرة تفضلي. أنا مس. زاهرة. ولاء تفضلي. ارتبط الناجي العلي بشخصية حنظلة، علم مؤنث تأنيثا لفظيا. مين هو العلم المؤنث تأنيثا لفظيا؟ حنظلة. حنظلة. أحسنتي. منعت من الصرف لأنها علم مؤنث تأنيثا لفظيا. مس النكرة زين. من عندي، بنفع أجاوب السؤال اللي بعده؟ مين أنتي؟ زاهرة. زاهرة تفضلي. رفع الإسلام الحرج عن أصحاب الأعذار من مريض وأعرج. هان أعرج لأنها اسم على وزن أفعل، اسم علم على وزن أفعل. صفة على وزن أفعل. هي صفة صحيح. إذا بعتذر. زاهرة كمان مرة تفضلي. رفع الإسلام الحرج عن أصحاب الأعذار من مريض وأعرج. أنا تو قلت اسم على وزن أفعل، بس هي صفة على وزن أفعل. أحسنتي. كلمة أعرج هي صفة على وزن أفعل لأنها صفة على وزن أفعل. هذا بالنسبة للتدريب الأول. التدريب الثاني من يقرأ؟ أنا يا مس أقرأ. تفضلي. نستخدم علما ممنوعا من الصرف وصفة ممنوعة من الصرف في جمل مفيدة بحيث تكون مرة مرفوعة وثانيا منصوبة وثالثا مجرورة. العلم الممنوع من الصرف مرفوعا حصل أكرم على أعلى علامة في الامتحان، أما منصوبا ساعد الأب ابنه أكرم في حل مسألة رياضية. ثالثا مجرورا استعار محمد قلم من زميله أكرم. من زميله. أكرم. الصفة مرفوعة لا تعاتب أحدا وأنت غضبان. منصوبة تجنب الحديث مع زميلك إن كان غضبان. مجرورة لا يؤخذ حكم من قاضي غضبان. من قاض غضبان. أحسنتي. هذا مثال على علم ممنوع من الصرف وصفة ممنوعة من الصرف في حالة الرفع والنصب والجر. التدريب الرابع. نعرب ما تحته خط إعرابا تاما. ألف. يحول الحاجز العسكري دون وصول أميمة إلى المدرسة. دون وصول أميمة إلى المدرسة. صلاح تفضل. عبد الله. أجاوب يا مس؟ صلاح. أيوة ما عندي. مضاف إليه. أيوة. مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت. إذا أميمة مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسر ممنوع من الصرف. الجملة الثانية. في شهر رمضان تصفو القلوب ويزداد التآلف. بدي ناس ما سمعت صوت. أيوة. عبد الله نرجع له. تفضل يا عبد الله. في شهر رمضان ما إعراب رمضان؟ مضاف إليه مجرور بالفتحة وغرضه عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت. رمضان مضاف إليه مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. جيم.
ما المعلم أنا هدية لينال؟ أنا ممكن أجاوب. أنا سجل. ضحى تفضلي. أجاوب. اسم تفضلي. لينال اسم مجرور وعلامة جره الفتحة عوضا عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. أحسنت. اللام حرف جر، وينال اسم مجرور بفتحة عوضا عن الكسرة لأنه أجاوب ممنوع من الصرف. دال، يلا يا سما صخر. دال إبراهيم أبو الأنبياء. إبراهيم أنا يا مبتدأ مس. مرفوع علامة رفعه الضمة. مس أخذت الحضور. مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتي. ها، لزهرة الأوركيد ألوان متعددة من أبيض وأحمر وغيرهما. بدي ناس ممكن ما أجاوب سمعت سجا؟ صوتهم، لو سمحت اللي أنا. جاوب أنا ما يا مس. يجاوب، اللي جاوب ما يجاوب. سجل كامل. ألما أبيض يا ألما. ألما أنا يا تفضلي. مس. أبيض اسم مجرور اسم مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة، وأحمر اسم معطوف مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة. أحسنتي. إذا أبيض اسم مجرور بالفتحة عوضا عن الكسرة مجرور لأنه بالفتحة. ممنوع من الصرف. الواو حرف عطف، وأحمر اسم معطوف مجرور بالفتحة اسم معطوف. لأنه ممنوع من الصرف. الجملة الأخيرة: لا تعاتب صديقك وأنت غضبان. سندس تفضلي. أنت ضمير متصل مبني لا محل له من الإعراب. غضبان خبر مبتدأ مرفوع لا يا بالضمة. سندس، لا يا سندس. أنت ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. صح؟ أيوة أنت صحيح. ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. وغضبان يا سندس خبر مبتدأ. أحسنت. خبر المبتدأ مرفوع خبر بالضمة. المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. أحسنتي. إذا غضبان خبر المبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. إذا في الممنوع من الصرف الجزء الأول تعرفنا على ما تعريف الممنوع من الصرف. هو اسم معرب لا ينون ويجر بالفتحة عوضا عن الكسرة. ما يمنع من الصرف لعلتين: الأسماء والصفات. الأسماء أو الأعلام هو العلم الأعجمي، العلم المؤنث، العلم على وزن الفعل، العلم على وزن فعل، العلم المركب مزجيا، والعلم المختوم بألف ونون زائدتين. الصفات الممنوعة من الصرف: الصفة على وزن أفعل، والصفة على وزن فعلان الذي مؤنثه على وزن فعلة، والصفة التي على وزن فعل. نكون هنا قد وصلنا إلى نهاية الحصة. شكرا لحضوركم، شكرا لمشاركتكم. نلتقي في الحصة القادمة إن شاء الله. دمتم بحفظ الله ورعايته. إلى اللقاء. نعم، إلى اللقاء. أخذت بس شو الحضور. الحصة الجاي؟ إيش تعطينا الحصة الجاية؟ الحصة الجاية في الكتاب الثاني. أول دار. امشي مس. نعم، الحصة الجاية في أنا الكتاب شو